تبهدلش الدنيا. ماشي. ماشي. هتبقى اطول. لا بس انا كده. لا هي. لا انا مظبطه. تمام. مساء الخير. اديني ورقة وقلم بسنت. لا مش طويل قوي كده، لا. ليه؟ انا جيت على طول. هو انا ساكنة يعني في اخر الشارع بتاع المطعم. شكرا يا اسماء حبيبتي، والله انت اللي جميلة ووحشتينا حبيبتي. يا رب تكوني بخير. بشرب شاي بلبن، هو انا في غيره؟ يا دي كف قهوة من غير كافيين. اه. ما تدوني كوشن. انا حاسه ان انا غطسانه في اه يا بنات. I need a cushion. اديني الحمرا دي. عايزه اقول لكم الميك اب اللي انا حاطاه النهارده. الميك اب ده خديجه بعتهولي من سويسرا. ما هي في المدرسه بقى عندها اصحابها من كل من كل الجنسيات. احنا نقعد نشتري ونجيب في براندات، وهم العيال بيجيبوا اونلاين صيني. بعتت لي بصوا رقيق وسوفت ازاي، تحفه تحفه. انا الروج حطاه من ساعه ما نزلت، بقالي 4 ساعات ما وشربت بقى شاي اخضر في مش عارف ميه، في شاي بلبن، في كلت حمص الشام عندي في بلكونه. بصوا يعني اتمرمخت، وفي الاخر الروج والله العظيم زي ما هو، والدنيا حلوه ورقيقه. يلا يا جماعه عشان عايزه اكلمكم في موضوع مهم، موضوع احمد حلمي.
طيب بصوا يا جماعة، عايزة اتكلم الاول عن انه احنا ليه كده؟ احنا ليه عندنا حتة سودة؟ ليه ما بنتمناش لبعض الخير؟ ليه دايما اول حاجة بنتوقعها هي سوء النية؟ ليه؟ وليه الاستقواء؟ ليه الاستقواء بالحديدة اللي انت قاعد وراها؟ ليه؟ ليه النفسنة من كل الفنانين اللي بتروح وبتسافر، بتروح الرياض، انتم يعني حاقدين عليهم؟ مش كله، انا بقول بعض من الناس وهم عارفين نفسهم، اللي هم قاعدين ورا الحديدة ومحدش شايفهم. ليه يعني ليه صعبان عليكم ان الناس دي تتهنى مثلا؟ ليه الفنانين مش من حقهم انهم يتهنوا؟ ليه مش من حقهم انه ممكن بلد من البلاد تكرمهم؟ ده احنا المفروض نكون فخورين انه فنان المصري بيتكرم في بلد عربي، وانه رافع راسنا ومشرفنا في بلد عربي. نيجي بقى للي بينفسن عشان الناس دي بتاخد فلوس، انتم حاقدين على الفلوس. طب عايزة اقول لكم حاجة، هو خزائن ربنا سبحانه وتعالى بتنفد؟ يعني لما ياخدوا هم فلوس انت مش هيجيلك، مش هيفضل لك حاجة؟ ربنا رزقه واسع وكبير يا جماعة، خلي نيتكم كويسة وحلوة. موضوع أحمد بسيط جدا، يعني زلة لسان. ده لو كان يعني ما كانش بيهزر، هعتبر انه بيهزر او مش بيهزر، هي زلة لسان منه مش قاصد. واهل الشر خلي بالكم، اهل الشر مش لاقيين حاجة عشان يخترقونا. واي واحد بيكرهك بيبقى عايز يوقع بينك وبين اي حد انت بتحبه، صح؟ بيحب يوقع بينك وبين صديقك. احنا المملكة العربية السعودية هي بلد شقيقة مش صديقة. شعب المملكة العربية السعودية شعب خلوق، بيحبنا بيحبونا وبنحبهم. وكتير قوي قوي من عندنا مش الفن بس. طب ما هاجمتوش ليه الأطباء؟ ما هاجمتوش ليه المهندسين؟ ما هاجمتوش ليه ناس كتير قوي، وظائف أنواع كتير؟ ما عملتوش معاهم كده ليه؟ اشمعنى الفن عامل لكم عشان بتشوفوهم، التانيين مش بتشوفوهم؟ طيب تعالوا نرجع تاني لكلمة أحمد حلمي. أحمد حلمي فنان محترم. تعالوا نرجع ونشوف الفنان ده يقصد ولا ما يقصدش. لا ما يقصدش، لأنه لو كان يقصد كنت أنا لاقيله ماضي قايل فيه كلام مشابه لهذا الكلام اللي حصل. لكن ده واحد لا عمره كان ضد البلد، ولا عمره أساء في كلمة للبلد، ولا عمره عمل حاجة ضد البلد. فإحنا ليه نلبسه الحلة زي ما بيقولوا؟ في ايه يا جماعة؟ يا جماعة عيب 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 عيب. ده أحمد حلمي فنان وزوجته يعني فنانة من أحسن فنانات جيلها، وعمرهم ما سمعنا لهم كلمة، وعمرهم ما دخلوا في مشاكل مع حد. ناس عايشة في سلام مع نفسها. ليه بتعملوا كده؟ ليه داخلين انكم اللي بيشتم واللي عيب 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 عيب، وبعدين رحتوا مدخلين بقى ايه في النص المكان اللي هو كان فيه؟ مكان، انا عايزه اقول لكم على حاجه. النهارده تحديدا بيان الخارجيه صدر من وزاره الخارجيه
كله هو دفاع عن المملكة العربية السعودية لأنهم حبايبنا. طيب هقرأ لكم بسرعة هذا البيان. تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وترفض جمهورية مصر العربية بصوا يا جماعة، وترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وبعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدولة العربية لا تهاون فيه. لسه وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وافتانا، معلش أنا أسفة الكلمة اتطبعت مش واضحة، وافتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط 4 يونيو 67. وتؤكد مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل. إيه بقى رأيكم انتم؟ عايزة أقول لكم على حاجة، خلي بالكم إنه اللي بيسخن الدنيا أهل الشر، ما يحبوش انه مصر تبقى عندها دولة شقيقة صديقة حبيبة، ولا ان احنا نطلع ندافع عنها. اهل الشر اللي بيسخنوا الدنيا في موضوع احمد حلمي، لانه احمد حلمي الموضوع بتاعه انتشر بطريقة مش طبيعية. فانا بطلب مننا ومن الناس انه الموضوع ده عيب، ما يصحش، لانه دول فنانين وليهم احترامهم، وانه احنا نعمل حساب في كلامنا انه احنا دولتين متحابين وبيننا كل خير. ما تخلوش بقى حد يدخل في النص عشان يعمل زوبعة، وما تمشوش زي القطيع. انا بقصد الناس اللي سخنت على موضوع احمد حلمي، ما تمشوش زي القطيع، وخلي نفوسكم كويسة. الفنان المصري لما بيطلع اي مكان بيطلع بشنطة هدومه وبيرجع تاني، ما بيطلعش اعارة للرياض، بيروح يعمل شغله ويرجع. انت مالك زعلان ليه؟ حاقد عليه ليه؟ حاقد عليه ليه؟ ما تسيبوا الناس زي ما بيقولوا بلغة الشارع تقلب رزقها. في ايه؟ وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه. من اسبوع احمد حلمي ليه صوره مع كارمن سليمان وجوزها، معنى كده من قبل الواقعه دي، مش من قبل الواقعه،
الواقعة نفسها من اسبوع. ايه اللي سخنها النهارده؟ ايه اللي سخن الواقعة دي النهارده؟ ها؟ ايه ليه؟ موضوع بقاله اسبوع ما سخنش ليه الا النهارده. اهل الشر يا جماعة، يا جماعة مصر محتاجة وعي. لازم يبقى عندنا وعي، لازم نفهم مين أعدائنا وطرق اللي بيتبعوها ومنهجهم لإثارة الفتن في مصر. لازم نكون فاهمين ونتصدى لده. وفي الآخر آخرة ده كله هي كلمة واحدة: مصر للمصريين وغزة للفلسطينيين ولا للتهجير. وموضوع أحمد سعد عيب، أنا أسفة، موضوع أحمد حلمي عيب، عيب. راجل قدم لنا فن انبسطنا فيه، فرح قلوبنا بأعماله الكوميدية، وزوجته الجميلة اللي قدمت أدوار وأبدعت فيها وخدت جوائز عليها. فإيه ده؟ ليه كده؟ السلام عليكم.